أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، استهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. كلية أوروتا للعلوم الصحية تقدم التعليم بالمعيار العالمي. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في بارونتو. ارتياح لخدمات التعليم الثانوي في بالوا. وفي الأنباء العالمية، العراق يقرر وضع خطة لإعادة نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا. إيران تسعى لكسر الجمود في المحادثات النووية. وتعيين المعارض أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أوضح الخبراء السودانيون القادمون لتقديم امتحانات الصف الخامس مع الأساتذة الإريتريين في كلية أوروتا للعلوم الصحية أن التعليم المقدم في الكلية يحافظ على المعيار العالمي. وذكر مساعد أخصائي الجراحة العامة الأستاذ محمد الفتاح والأستاذ في جامعة الخرطوم محمد مضوي أن إجابة 24 طالب بينهم 16 طالبة على الأسئلة النظرية والتطبيقية المقدمة من 20 وحتى 23 من نوفمبر بثقة تامة يعكس كفاءة الممتحنين والتعليم المقدم. وأفاد الطلاب أن جودة التعليم المقدم مكنهم من الإجابة الجيدة في الامتحان، مؤكدين على استعدادهم وجاهزيتهم لإكمال التعليم المتبقي وخدمة الشعب والحكومة لتعليمهم المجاني. وأشاروا إلى أن التعليم النظري المقدم ل5 سنوات تم تدعيمه بالتعليم التطبيقي في مستشفى أوروتا المرجعي. وأوضح مدرسي كلية أوروتا للعلوم الصحية البروفيسور الدكتور تخست فقادو والدكتور يوسف تولدي أن الامتحانات المقدمة بمراقبين أجانب مواصلة للأنشطة السنوية التقييمية بمستوى وكفاءة الطلاب، ويقومون هم أيضا بأنشطة مماثلة في جامعتي الخرطوم وسوبا في السودان وكذلك في إثيوبيا. جرت في مديرية بارونتو انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في 13 ضاحية، وقد تم انتخاب 30 من إدارات الضواحي ولجان القرى بينهم 10 امرأة. وشكر مدير مديرية بارونتو بالإنابة السيد يمان محاري إدارات الضواحي المنتهية فترة عملها، موصيا الإدارة الجديدة المنتخبة للعمل المتفاني لإحداث تغيير نوعي في التنمية، مشيرا إلى تنظيم تدريب لهم بقدرات المديرية. وأكد المدراء المنتخبون على العمل المتفاني المخلص لإنجاح برامج التنمية. نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية في المحاسبة وحفظ الممتلكات لأعضائها، واشتملت الدورة التدريبية المنظمة في مندفرة من 15 وحتى 23 من نوفمبر إدارة المال والممتلكات وتعليمات المراجعة الداخلية. شارك فيها 130 من العاملين في المحاسبة وحفظ الممتلكات في الأقاليم ال6. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الوزارة سيد يمان تعدل أن التدريب يهدف إلى اتباع وسائل عمل موحدة في جميع الأقاليم. وقال إن دور أعضاء وزارة الصحة كل حسب مجالات عمله ومهنته ضروري لمواصلة النجاح التي تحققه الوزارة في المجال الصحي. وذكر المشاركون في التدريب أن المعرفة التي اكتسبوها تساعد لسد النواقص والقصور وتنفيذ أعمال جيدة. أفاد المعلمون والطلاب وأولياء الأمور في بالوا في مديرية عيلة برعد أن ارتقاء المدرسة الابتدائية والمتوسطة إلى المرحلة الثانوية ساهم كثيرا في مواصلة الطلاب عامة للتعليم والطالبات خاصة. وأوضحوا أن الطلاب الذين كانوا ينتقلون إلى المرحلة الثانوية كانوا يواجهون مصاعب التوجه إلى مناطق أخرى للتعليم نتيجة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، وتسبب ذلك في مقاطعتهم للتعليم. وذكر مدير المدرسة الأستاذ عبد الرحيم محمد نور أن مدرسة بالوا تقدم التعليم ل13 قرية في المنطقة، وأن بعد القرى من أهم المصاعب التعليمية. وبدأت مدرسة بالوا الدراسة عام 1969 ب 120 طالب، وارتقت عام 2015 إلى المرحلة المتوسطة، وهذه السنة إلى المرحلة الثانوية بعد سد احتياجات البنية التحتية، وتستقبل حاليا 1300 طالب.
أظهرت برامج إصحاح البيئة التي يقوم بها الشعب في مديرية مندفرة تطورا ملحوظا. جاء هذا الإعلان خلال تدشين إصحاح بيئة عد ثورة في ضحية كودو فلاسي يوم 20 من نوفمبر. وأوضح مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي السيد كيدان تسفو في المناسبة أهمية نظافة البيئة لضمان الصحة العامة، داعيا سكان عد الثورة ولجان النظافة لضمان دوام النظافة البيئية. من جانبه أشاد مدير مديرية مندفرة السيد حزقياس وهبت بسكان عد الثورة للأعمال الإيجابية التي قاموا بها، وذكر السكان بأن العمل الذي قاموا به نتاج لأنشطة التوعية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي، بعد القصف المتكرر الذي نفذته جارتها واستهدف في إقليم كردستان العراق متمردين أكرادا أتراكا وإيرانيين، أعلن العراق عزمه على إعادة نشر قواته على حدوده مع كل من إيران وتركيا. وشن الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وهجمات بمسيرات مفخخة على مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية المتمركزة منذ عقود في كردستان العراق، الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق. بدورها شنت تركيا عملية عسكرية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال العراق وسوريا. ويبدو أن الإعلان العراقي موجه بشكل خاص إلى إيران التي أكدت عزمها على الاستمرار في مواجهة التهديد الآتي من الإقليم العراقي. وقالت الحكومة العراقية في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني أنها قررت وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الاتفاق النووي لا يزال على الطاولة، وأن المفاوضات وتبادل الرسائل مستمران مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق قوي وجيد ومستدام. وأشار عبد اللهيان إلى توترات مع 4 أطراف هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي التي بادرت بإصدار قرار ينتقد طهران في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 من نوفمبر في فيينا. وقال وزير الخارجية إنه على الرغم من المواقف غير البناءة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث وواشنطن الأسابيع 8 الماضية، فإن المحادثات لرفع العقوبات مع الجانب الأمريكي عبر الاتحاد الأوروبي كانت على جدول الأعمال. وأبرمت إيران العام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع 6 قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة. عين المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا على ما أعلن القصر الملكي، ما يضع حدا لحالة من عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية. وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عين رئيسا للوزراء العاشر لماليزيا. ونهاية الأسبوع الفائت فاز تحالف الأمل المعارض بزعامة أنور إبراهيم ب 82 مقعدا في مجلس النواب من أصل 222 مقابل 73 للتحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين. في النبأ الأخير، أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت على أعلى أعداد من حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 منذ بدء الجائحة قبل ما يقرب من 3 سنوات. وقالت السلطات الصحية إن عدد الحالات المحلية الجديدة باستثناء الوافدة بلغ 31,444 يوم في 23 من نوفمبر، منها 3,927 ظهرت عليها أعراض و27,517 بدون أعراض. وسجل بر الصين الرئيسي 297,516 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.
وفرضت السلطات في تشينغتشو المدينة الواقعة في وسط الصين والتي تضم مصنعا ضخما لهواتف آيفون إغلاقا عاما في العديد من أحياء وسط المدينة لمكافحة كوفيد-19. والصين هي آخر اقتصاد رئيسي يطبق سياسة صفر كوفيد، ما يدفع إلى تجديد تدابير الإغلاق وفرض اختبارات شبه إجبارية مرات عدة في الأسبوع، ووضع الأشخاص في الحجر الصحي في المناطق التي تشهد تفشيا كبيرا نسبيا. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين ختاما للنشرة. كلية أوروتا للعلوم الصحية تقدم التعليم بالمعيار العالمي. تنظيم انتخابات إدارات الضواحي في بيروت. ارتياح لخدمات التعليم الثانوي في بلوى. في الأنباء العالمية، العراق يقرر وضع خطة لإعادة نشر قواته على الحدود مع إيران وتركيا. إيران تسعى لكسر الجمود في المحادثات النووية. وتعيين المعارض أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.